منتخب مصر يفوز على برازيل بنين 3-1. منتخب مصر يفوز على منتخب بنين المتواضع 3-1 بصعوبة. منتخب مصر يفوز على بنين بصعوبة وبشق الأنفس. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في قناتكم الكورة تحت الضغط. زي ما عودتكم في أول كل حلقة اللي احنا بنحلل أسباب وعوامل نفسية بتأثر على نتيجة المباريات وأداء اللاعبين. بدأنا الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وبدين بخوف غريب، بخوف غير مبرر من منتخب مصر. هتقول لي خوف ايه بس؟ ده منتخب بنين قبل الماتش احنا كنا معتقدين اللي هو فريق سهل. لا، تشكيل حسام حسن يبين لك قد ايه احنا كنا خايفين من منتخب بنين. بتلعب بخمسة ورا، بتلعب بتريزيجيه في نص الملعب وابراهيم عادل ناحية الشمال. ده دليل ان حسام حسن خايف من فريق بنين. بدأنا الشوط الأول بلخبطة وارتباك وكأننا جبال بتتحرك في الملعب. بنفقد الكورة بسهولة، مفيش باصتين ثلاثة بنعملوهم، بيخطفوا الكرة مننا في أي حتة في الملعب. فريق بنين بيضغط عليك من أي حتة في الملعب. بيدافع، ولكن بيدافع بنظام. المدرب موقف لعيبته كويس جدا، بيدافعوا حلو وبيعمل عليك مرتدة حلوة قوي. فريق بنين كان بينقل الكرة بسهولة عكسك انت اللي بتنقل كرتك بصعوبة. هم كانوا بيتحركوا حلو جدا في الملعب وبيلاقوا بعض، عكسك انت اللعيبة بتاعتك كانت بتهرب وكانت بتختفي من الكورة. جات لك هجمتين في الشوط الاول كنت ممكن تقتل بيهم المباراه وتخلص بيهم الماتش، ولكن ربنا ما كرمش وما جبتهمش. بس بقى مش مبرر اللي انت تستمر ال 45 دقيقه في الشوط الاول في لخبطه وما انتش عارف تلعب كوره وما انتش عارف توصل لجون منتخب بنين بعد كده. وده كان تقريبا اداء منتخب مصر في الشوط الاول. جه الشوط التاني وقلنا كلنا بقى اللي ربنا هيكرمنا واللي احنا هنلعب كوره واللي احنا هنخاف على سمعه منتخب مصر. لا، بصراحه احنا عكينا الشوط التاني اكتر من الشوط الاول. حسام حسن حاول يصحح تشكيله الغلط في الشوط الاول، فنزل امام عاشور ونزل زيزو. ولكن امام عاشور وزيزو كانوا بيفقدوا الكرة في نص الملعب كتير قوي. ما ضافوش في بداية الشوط الثاني حاجة خالص، واستمر أداء منتخب مصر السيء في الشوط الثاني. السيء عشان برضو احنا خايفين وقلقانين وعاملين حساب أكتر من اللازم لفريق بنين. فلما عملنا حساب لفريق بنين هم ضغطونا، هم استحوذوا على الكورة، هم كانوا بينقلوا الكورة حلو خالص، بيباصوا الكورة برجلهم حلو وبيتحركوا لبعض وبيظهروا لبعض، عكس منتخب مصر تمام. لغايه الدقيقه 69 الهجمه الوحيده اللي كانت منظمه عندك محمد هاني يلعبها على الخط لمحمد صلاح، محمد صلاح لعبها جوه ال 18 لمحمد هاني اللي عرضها بره ال 18، دخل مروان عطيه حطها في المقص اليمين. جون مفيش اجمل ولا اروع من كده. وكل مصر اعتقدت ان المباراه رايحه في اتجاه منتخب مصر واحنا خلاص صعدنا لدور الثمانيه. فآفة اللاعب المصري والخوف الغير مبرر من منتخب مصر ومن حسام حسن، ارجع ال11 ورا، قابل منتخب بنين من على ال18. كارثة. منتخب بنين مسكك 20 دقيقة، اداك درس في كرة القدم. منتخب بنين ما طلعكش من ال18 بتاعك، كان بيضغط عليك في كل حتة في الملعب. كل حته في الملعب كان بيضغط عليك من ال 18 بتاعك لغايه اما غلط زيزو، رجعها للشناوي، الشناوي طلعها غلط، الراجل رفعها من ناحيه اليمين ضربت في رجل فتوح، الشناوي جابها من على خط الجون، المهاجم دخل كملها. كل ده نتيجه الضغط، كل ده نتيجه الخوف، كل ده نتيجه العك، كل ده نتيجه الارتباك، كل ده نتيجه الارتداد غير المبرر منتخب مصر. فريق بنين جاب جول في الدقيقه 83، السبع دقايق اللي فاضلين في الشوط الاول، الشوط الثاني مسكنا نفسنا وانتهى الشوط الثاني 1-1.
نزلنا الشوط الثالث، احنا احسن من منتخب بنين. عرضيه ياسر ابراهيم بيحط رأسيه بتسكن المقص اليمين من منتخب بنين. سبحان الله، جول مروان في المقص اليمين، وجول ياسر ابراهيم في المقص اليمين. نكملوا الشوط الاول واحنا افضل، نزلنا الشوط الثالث واحنا افضل، نزلنا الشوط الرابع بخبره بقى منتخب مصر وبخبره لاعيبته. احنا مسكنا كوره، ظهر دور امام عاشور وظهر دور زيزو، واستحوذوا على الكوره كويس. وبخبرتنا حاولنا نستهلك الوقت بطريقه شرعيه. منتخب بنين في اخر 6 دقائق ضغطنا تاني على حدود ال 18 بتاعنا. اللعيبه بتاعتنا ادت في 6 دقائق دول باداء رجولي، ولكن طبعا باداء رجولي، ولكن احنا انضغطنا زياده عن اللزوم وارتدينا زياده عن اللزوم. كان ممكن يجي فينا جون في اي لحظه في ال6 دقائق الاخرى. لغايه الدقيقه 123 هجمه عليك بياخدها زيزو من ال 18 بتاعنا، بيلعبها لمحمد صلاح اللي بينفرد من نص الملعب، بيحطها بوش رجله في الجون. انتهت المباراه 3-1 لمنتخب مصر على منتخب بنين، او برازيل بنين. الف مبروك الفوز لمنتخب مصر. ولكن يا جماعه انا حابب نقول كلمه لمنتخب مصر ولحسام حسن. احنا فزنا على بنين مش عشان احنا كويسين، احنا فزنا على بنين بستر ربنا سبحانه وتعالى. احنا فزنا على بنين عشان ربنا مش رايد ل 120 مليون مصري اللي هم النهارده يناموا مقهورين وزعلانين وغضبانين. يعني احنا بنقول الكوره هي مصدر سعاده للمنتخب، للشعب المصري، فربنا ما أردش ينكد على الشعب المصري. ولكن لو استمر أدائك كده في دور الثمانية أنت مش هتكمل في البطولة وهتطلع. زي ما عودتكم في نهاية كل حلقة اللي احنا بنقيم لاعيبة منتخب مصر: محمد الشناوي 7، محمد هاني 6، ياسر إبراهيم 7، رامي ربيعة 5، آه، محمد حمدي 3، حمدي فتحي 7، مروان عطية 6، إبراهيم عادل 3، تريزيجيه 4، محمد صلاح 5، عمر مرموش 4، فتوح 5، إمام عاشور 6، زيزو 5. آه، ألف مبروك لمنتخب مصر، وربنا يا رب كده يكرمنا ونصعد قبل النهاية إن شاء الله. لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.